صغير اسمه فلافيل، ومن اول يوم ربطوه بحبل مسكين، حبل كان تخين والحبل مربوط في عمود عشان ما يعرفش يهرب، وكل يوم فلافيله كان بيحاول يهرب ويفك نفسه يشد. النهايه كان بيلاقي فشل، تعب، انكسار، ومع كل محاوله كانت بتفشل كانت بتترسخ جوه دماغه فكره انا ضعيف ومفيش فايده، ده الحبل ده اقوى مني بكتير. فلافيله ما بقاش يحاول لان التجربه فشلت، فتحولت لقناعه، والقناعه بقت واقع. كبر وبقى فيل عملاق يقدر يخلع شجره بجذورها. بس الغريب ان فلافيله عمر ما حاول يفك الحبل تاني. ليه؟ هنا عقل اتبرمج على ما يسمى بالمعتقدات اللي بتجتفنا جوه صوره قديمه عن نفسنا اتشكلت من تجاربنا القديمه. فلافيله ما كانش مربوط بالحبل، لا ده كان مربوط بذاكره فشل، واللي كان زمان تجربه دلوقتي بقى هويه. ودي مش قصه فيل، ده قصه ناس كتير. كل واحد فينا مربوط بحبل خفي من المعتقدات، زي انا مش اجتماعي، انا فاشل بطبعي، عمري ما انجح، ما ينفعليش دايت، انا مش زي الناس اللي بتنجز، انا مش كاريزما، انا مش عارفني. المعتقدات دي رغم انها بدأت من موقف، لكن مع الوقت اتشكلت جواك على هيئة هوية. ان كل سلوك متكرر بيكون لبنة جديدة في تصوراتك لهويتك. المؤلم ان اغلب الحبال دي مش حقيقية، دي مجرد اوهام من قصص قديمة صدقناها وبنينا حواليها واقعنا. تجربة فشل، كلمة مؤذية، موقف خذلان، بس احنا صدقنا الكذبة وعشنا وكملنا بيها. لازم نكسر الحبل ده. طب اكسره ازاي؟ كل مرة تلاقي فيها صوت داخلي بيقول لك مش هتقدر، وقف الصوت ده واسأل نفسك هي فعلا دي حقيقة ولا خوف قديم لابس لبس المنطق، شكله حلو وشكله مقنع. فيلينج جود هاند بوك بيقول واجه الفكرة، ما تستخباش منها. جرب حاجات صغيرة كنت فاكر ان هي مستحيلة. اتكلم قدام ناس، شارك في ميتنج، ابعت السي في بتاعك، افتح الكاميرا وسجل فيديو. اعمل حاجة مهما كانت بسيطة، بس المهم تكون عكس المعتقد بتاعك عن نفسك. ودي اسمها تجارب نجاح بديلة، من خلالها بتعمل إعادة برمجة لمخك. كتاب قوة العادة بيقول الكاتب إن كل نجاح صغير بيتربط بمشاعر إيجابية، وده بحد ذاته بيبني ذاكرة نجاح عشان تقلل من ذاكرة الفشل. دور، احتفل، اشكر نفسك، لأن دماغك بيتغذى على اللي بتكرره. اطلع من منطقة الراحة بس بالراحة. في دراسة لقوا إن الأداء بيتحسن تحت تحدي محسوب. يعني جرب حاجات جديدة لكن بشكل آمن ومدروس. اطلع بره المألوف بس ما تكسرش نفسك. خليك تحت ضغط محسوب. غير كده في ليلة الامتحان بتشوف قدرات، في ضغط الشغل بتطلع إمكانياتك. لأن قدراتك موجودة بس مستنية موقف يحركك. أنت بس محتاج تفكر إنك تقدر. إذا قلت أنك تستطيع أو إذا قلت أنك لا تستطيع، ففي الحالتين أنت على صواب. أنت أقوى بكتير